تحياتي. عاملين ايه؟ بص هقول لك، لازم اقول لك، عايز اوصل لك 3 نقط. اول نقطه عايز اوصلها لك، القياده بتاعتنا دايما في كل رسائله لينا كمصريين وبرده كوطن عربي، اوعوا خافوا على بلادكم، وخدوا حذركم، ولا وحبوا بلادكم وخافوا عليها، بس اوعوا تتوتروا. اوعوا تتوتروا. متوترين ليه؟ ده احنا عرب. متوترين ليه؟ احنا عرب، احنا معانا الحق. ليه التوتر؟ ليه التوتر؟ صدقوني انا عاوز اقول كلمه. انا هنا في مدينه شرم الشيخ، وكنت جاي عايز اعيد عليكم، وبرضه بعيد عليكم برضه، بس في حاجه مستفزاني قوي. دي اول نقطه. القيادات بتاعتنا الحكيمه قالت لنا المطلوب منكم حاجه واحده، تبقوا ايد واحده بس، وخافوا على بلادكم، ده حاجه مشروعه، وخافوا بس اوعوا تتوتروا. اوعوا ايه؟ تتوتروا. هم بيقولوا لنا كده، فانا بقول لنفسي وبقول للمصريين كلهم وبقول للوطن العربي كله، اطمنوا. خايفين عليها، على الوطن، خليكم ايد واحده. اطمنوا لان في قياده حكيمه بتمارس بسلاح قوي، سلاح حصري، ما احنا بس. ما حدش فاهم معنى السلاح ده. سلاح نور الحكمه، سلاح الحب في ربنا. دي اول نقطه. عارف تخافوا من ايه يا مصريين؟ عارف تخافوا ايه يا عرب؟ عارف تخافوا ايه يا حبايبي يا اخواتي في العروبه ومصريين؟ وعارف تخافوا من ايه؟ تخافوا. النقطه الثانيه، اسمحوا لي اطول عليكم، تخافوا من ايه؟ اسمحوا لي اقول حاجه. انا اسف على ان لو انا بطول، بس اقول حاجه. شوف الفنان ابن الناس القوي اللي احنا بنحترمه وليه تاريخ جميل جدا، وابن ناس قويين جدا نجوم، واحد زي رامز جلال، بيعمل ايه؟ بيعمل ايه الفنان العظيم ده؟ كل شويه يطلع لنا فكره يكسر في رموز الشباب. فنان زي احمد السقا لما يكون قدوه والشباب بيحترمه وبنجله، يكون قدوه لشباب كتير جدا. لما ياخده يهينه ويقل منه ويعمل فيه كل ده، اذا كان هو بمعرفته او غير معرفته. وانا اظن ان هو احمد الفنان احمد السقا ما يرضاش على نفسه كده، ولا على جمهوره، ولا على الناس اللي هو قدوتهم يشوفوه بالمنظر اللي هو شفناه فيه ده. النقطه الثانيه، الفنانه فيفي عبده، انا ادي لها رقم 1 نمبر 1 السنه دي. فنانه عظيمه جدا، انا احترمتها اكتر وانا بحبها. عملت برنامج برضه مقالب، بس خرج ايه؟ خرج احلى ما فينا، خرج احلى من النجوم اللي بنحبهم. شفت ملك الكساب وحلاوتها وجدعنتها، ووريتك ملك كساب، ووريتك مش عايز اذكر كل نجم باسمه. شوفوا طلعت لك احلى ما في النجوم. فمين الفرق يا مصريين؟ فمين الفرق يا عرب؟ هو ده اللي تخافوا منه بس، اللي بيهدم، اللي بيهدم قيمه ومبادئه واخلاقه. عشان ايه؟ شهرة، انت مشهور، فلوس، انت ما شاء الله اكيد يعني انت من الناس كويسين جدا. عشان ايه طيب؟ عشان ايه؟ بنفس الماتيريال ونفس الكاميرا ونفس الطيران ونفس الامكانيات اللي مع حضرتك دي يا فنان يا عبقري، تعمل بيها بناء، تعمل بيها هدف، تحقق بيها، تطبطب بيه، بنفس الامكانيات اللي معاك الرهيبه دي. ده انا راجل اهو بهاتي وعايز اوصل صوتي واوصل احاسيسي للناس، وكل قلبي حب، وما اجيش في حاجه في حضرتك، وبخاف على مبادئي وبخاف على، ومش اي حاجه اطلع اقولها للناس. ازاي يا فنانين يا محترمين اللي بيحصل منكم ده وخايفين؟ سيبوا السياسه لاهل السياسه. احنا عندنا ناس حكيمه، اوعوا تخافوا. دي مصر قويه جدا، وعندنا قياده حكيمه جدا، وسلاحها قوي جدا. انتوا مش فاهمين لحد دلوقتي. عمال اقول لكم سلاح الحب بنور الحكمه. السلاح ده امتداد من رب العالمين. سامحوا لي بقى لو طولت عليكم. تحياتي لكل وطن عربي وكل اخواتي في العروبه، من مدينه شرم الشيخ، مدينه السلام، مدينه كل حاجه. هنا شرم الشيخ، حته الذهب اللي قهر العالم كله. امن وامان يا مصر. تحيا مصر، وعاشت قياده مصر، وعاش جيش مصر، وعاش الوطن العربي، وعاش الرئيس السيسي. يا رب احفظه بفضلك وزيده بنور حكمتك. تحيا مصر،
تحيا مصر، تحيا مصر. عاش الوطن العربي، عاش الوطن العربي، عاش الوطن العربي. بحبكم كلكم، اطمنوا احنا قويين قوي.